الدكتور حتيتي نور الدين، نائب رئيس جماعة سيدي علال المصدر. اليوم تتعيشوا معنا الحفل الاختتامي للدوري الرمضاني، دوري المرحوم رشيد حتيتي في نسخته الثانية. هذه النسخة اللي نظمتها جمعية آفاق أي تعبو للتنمية بشراكة مع المجلس الجماعي لسيدي علال المصدر وكذلك مديرية الإقليمية الشباب والرياضة. الحمد لله هذا العرس الرياضي داز في احسن الظروف الحمد لله. كما لاحظتوا اليوم حضر معنا السيد رئيس الجماعه وكذلك السيد قائد قياده غندور المصدر وقائد الدرك الملكي ومجموعه من الشخصيات البارزه في الاقليم. والحمد لله المباراه كانت في مستوى عالي، تميزت بالروح الرياضيه والنديه والمنافسه، وانتهت بفوز فريق النسور. الحمد لله كنشكروا كل من ساهم في انجاح هذه النسخه، لا من الجمعيه المنظمه وكذلك من جميع فعاليات المجتمع المدني وكاع الناس اللي ساهموا في النجاح، وكذلك الحكام اللي ساهموا في النجاح ديال هذه الدوره هذه. وكنتمنى انه الدوره تكون لقات الاستحسان ديال الساكنه. والحمد لله هذا الدوري الرمضاني اصبح يعني الجميع كينتظروا، يعني ولات واحد المناسبه محبوبه عند الساكنه العبيويه، وكنطلبوا ان نتمنوا اننا نبقاو كنحسنوها يعني سنه بعد سنه. وكنشكركم يعني كصحافه محليه ووطنيه على تغطيه هذا العرس الرياضي، وعواشركم مبروكه وعيدكم مبارك مسبقا وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الاله الغباري رئيس جمعيه افاق اي تعبو للتنميه. اليوم كتلاحظوا كما كتلاحظوا عندنا النهائي ديال دوري المرحوم رشيد حتيتي لكره القدم منظم من طرف الجمعيه ديالنا جمعيه افاق اي تعبو للتنميه بشراكه وتعاون مع جماعه سيدي علال المصدر. هذا الدوري هذا يعني النهائي داز في اجواء عاديه كتسودها الروح الرياضيه بين الفريقين. فاز فيها فريق امل افوعيزن على فريق النسور بحصتين لهدف واحد، وداز في اجواء متميزه. كنشكروا جميع الحاضرين معنا سواء السلطه المحليه في شخص يعني اولا رئيس جماعه وايضا يعني قائد قياده الغندور المصدر والسيد رئيس مركز الدرك الملكي بالخميسات، وايضا فعاليات الجمعويه اللي حاضره معنا. وشكرا جزيلا ايضا الصحافه المحليه اللي كتتابع معنا هذه الاطوار ديال هذا الدوري هذا من الانطلاقه ديالو الى الان. شكرا جزيلا. شكرا الله يحفظك.